السلام عليكم. شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. هذا يومنا اليوم من الصبح لليل وتفريزاتنا لهذا الأسبوع. عندي هنا أشياء دا أسوي دولمة، السلق والمعدنوس، حضرت الخضار واللحم، راح أسوي قدرين من الدولمة أجهزهم وأخليهم بالبراد. هنا حبيت أراويكم بربط شاطر أعظم ساحر عالسريع. هنا عندي أعواد السلق قطعتهم وخليتهم بالقدر، وخليت وياهم حبات القرنابيط وحبات الجزر قطعتهم وخليتهم أسفل القدر. هنا لفيت الطبقة الأولى من الخضار، حشيتهم خليتهم، وخليت لحم قطع شرائح، وقطعة من زهرة القرنابيط همينة. خليت على اللحم وعلى القرنابيط دبس الرمان والملح، تبلتهم وخليتهم ويا الخضار، صار بيهم نكهة كلش طيبة، تاخذ نكهة الدولمة. وهنا لفيت أوراق السلق وخلصتهم. هاي أول شي بديت بيه النهار الطبخ والتفريزات مالتي، شلتهم خليتهم بالبراد. هسه راح ابتدي ثاني شي هو العجين. هذا طحين عليه خمرة وملح، اريد اخبز. وهنا لحم ثرمته بايدي، وقطعة من الشحم وبصل ومعدنوس. اريد اسوي خبز عروق شوية ويا الخبز الابيض. هسه هذا عجيني كمل عجنت، راح اغطي عليه. وهنا الحشو مالتي ضفت له كركم وملح. اختمر عجيني ورا ساعتين. قطعت العجين قطع صغيرة لأن تنوري كلش صغير. وهنا عجين مال خبز عروق اغطي عليه، حبيت اراويلكم اياه لما اخبز هذا الابيض حتى ما يوقع. كملت هنا خبزت ما شاء الله خبز ابيض، ووراه من خلصت خبزت الخبز العروق. وهنا عجنت عجين كباب عروق همين اريد افرزه. وهاي عندي صينية خليت لها نايلون حراري حتى ابدي اشكل عليها الكباب واخليه بالبراد. خلصت صار عندي هذا كيلو مو هواية، سويت 4 طبقات، بين طبقة وطبقة نايلون حراري همين اخليه ويا الدولمة بالبراد. والخبز هم خلصته. بعد عندي سويت كبة حلب وكبة سراي. هنا سويت هاي راويتكم قليلا، سويت 4 صواني كبة حلب، وهاي كبة السراي للشوربة همين نحتاجها. أتمنى لكم نهار سعيد أحبتي، دمتم في حفظ الرحمن، مع ألف سلامة.